أهلا بكم من جديد. أفاد موفد وفاق إلى محافظة الأنبار بأن جهاز مكافحة الإرهاب كبد تنظيم داعش الإرهابي خسائر فادحة في منطقة البفراج في الرمادي. ونقل موفدنا عن مصادر في جهاز مكافحة الإرهاب أنه تم تدمير عدد من العجلات التي تحمل أسلحة أحادية بعد اشتباكات مع جرذان داعش الإرهابي، مضيفا أن جهاز مكافحة الإرهاب يسيطر على 90% من المنطقة. وذكرت مصادر أمنية أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تحرير ما تبقى من منطقة البفراج من الإرهابيين. على صعيد متصل، قتلت قوات الجيش الأمير العسكرية لتنظيم داعش الإرهابي في الأنبار في اشتباك مسلح شمالي الرمادي. وقال مصدر أمني أن اشتباكا اندلع بين قوة من الجيش ومجموعة إرهابية أثناء محاولتها الهرب عبر نهر الفرات من منطقة البوبالي إلى الخالدية، مضيفا أن الاشتباك الذي شارك فيه طيران الجيش أسفر عن مقتل 10 آخرين وإعطاب 4 عجلات ذات دفع رباعي. إلى ذلك أعلن قيادة العمليات المشتركة القبض على 4 إرهابيين من تنظيم داعش، فضلا عن العثور على كدس عتاد يحوي 4 صواريخ موجهة وتفكيك 5 عبوات ناسفة بعملية أمنية ضمن قاطع هيت البغدادي غربي الأنبار.